فواحد منهم ذكي، في يقول واحد صاحبه عشان بس يسوي الطبخة، فقال له الماء مني، ها منك الدقيق ومني النار أضرمها، والماء مني ومنك السم والعسل، ولا سوى شيء. بس الماء. يلا شيخ يلا شيخ نطبخ، يلا حياك. بس عاد إذا أكلتوا يلا أكيد شيخ، يلا حياك شيخ. بسم الله. حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا، حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ نبيل، والله جهزت كل شيء. هذا المطبخ وانت موعدنا بالطبخ، بس شو اللي غيرك؟ شو اللي غيرني؟ والله تعرف يا شيخ نبيل، المطبخ له لباس، غرفة النوم لها لباس، الدوام لا خذ انت كويتي يا اخو. صح. الشعب هذا حق الطبخ. انا دائما اقول لهم بيتعلم الشياكه يروح الكويت. انا شخصيا اول مره اشوف ثوب جنس. ثوب جنس؟ شو يعني ورا؟ لا كشخه خاصه مع الشماغ. ان الله جميل يحب ايش؟ جمال شماغ الطبخ هذا. جنتلمان. يلا بسم الله. ورنا يا ابا احمد تكفى، انت عليك البصل. الله قطع البصل. يلا تعال. انا بس الشيخ نبيل. لا الشيخ نبيل انا سمعت مره حكمه او مقوله انه اللي يقشر البصل وياكل لبان ما يدمع. سبحان الله. اي نعم. حكمه جديده. جرب الان، جرب. خذ الحكمه من اهل اليمن. الايمان يماني. الايمان يمن، الحكمه يمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مغسلين الطماطم كل شيء غاس مقصود. بس شيخ في البيت تطبخ ولا بس؟ والله يا ابو شيخ نبيل ابشرك الحمد لله، يعني لو تسال عيالي قل لهم يعني. بس وخر هذا عني. لا طيب. لا الحمد لله ابشرك. انا مطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. ما معك سكينه زول؟ انتظر. لا الماء خليك معنا جنب. بس انا ما ادري يا شيخ نبيل، انت تسالني السؤال وانت اولى بهالسؤال، هل انت تطبخ عند اهلك صراحه؟ والله انا اطبخ بس يعني مو مثلك، يعني ماني طباخ مثلك ماهر، يعني مع كورونا كذي على الخفيف. مكرونه بالبشاميل ولا بدون؟ لا ما احب البشاميل. ليش؟ ما احب البشاميل. والله يا شيخ نبيل جربها شو مو مجربها؟ لا صحيح والله ما شاء الله تبارك. لا لكن يعني اخر مره طبخت بامانه صدق. والله فتره صار لي فتره. يعني كم 10 سنين؟ لا اقل. وانت يا الله اقل. اعترف. شهرين. اعترف. لا بس لا بعيده. اعترف. بس انا في الغالب اطبخ في الرحلات لما اكون في الرحلات. اهلك في الرحلات ولا اصحابك؟ انا طباخ جيد بس في الرحلات. مع اصحابك ولا مع اهلك؟ لا مع اصحابي، مع اهلي. في الحديث الصحيح تقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم في حاجتنا فاذا حضرت الصلاه خرج فصلى. الله. وتقول عائشه كان صلى الله عليه وسلم يقطع اللحم ويحلب الشاة، وانا برا ان شاء الله بحلب العنز. جايبين عنز ولا جايبين لك عنز؟ نحلب العنز، لان هذا يدرس عليه وسلم. ذكر اهل العلم ان من اقوى ما يعلم الانسان التواضع وحسن الخلق والخدمه. ان يخدم في بيته مع زوجتك. نعم مع زوجتك مع اولادك. خيركم تقول لها يوم ايش؟ انت ام احمد زوجتك. وانتم ايش؟ ام علي. اقعد يوم علي، اليوم خميس، اليوم جمعه اجازه، اليوم سبت اجازه، زين؟ اقعد ترى اليوم علي الغداء. الله يخليك خدامه. لا اكيد لا طعم. لا خلي يكفي ان لما تطبخ مثل زوجتي انا اطبخ لها تقول لك الكلمه الحلوه يا الله من ايديه ما نعدمهاش. الله. ايش رايك؟ وبالكويتي شو يقولون؟ بالكويتي تسلم ايدك على الطبخ. وباليمني تسلم. الله على فكرة سمي حبيبي. أنا على يقين أن هذا الطبخ غلط. ليش؟ أول حاجة تسوي الزيت والطماط لما الزيت يا حبيبي حطيناه الآن لا نحط الزيت. الله يجزاك خير. طبيعة. لا هذا عندكم في اليمن. هذا اختراع صح؟ عندنا في السعودية غير. ما شاء الله. أوه. لا تبي تاكل عجب. يعلم الله عجب. هذا ما شاء الله بس شكله بيجيب تسمم. طب لا يا شيخ اتق الله. طبعا احنا ما كثرنا هذه عشان انكم عاجزين يا شيخ نبيل. هذه ترى شوية. احنا قلنا نفرين ثلاثة. بس ولا الباقي انا شخصيا صايم. لا عطنا بيض. صايم. اصبر الله يرضى عليك. مفطر معنا. يعلم الله اني صايم عن هذا البيض. اصبر الله يرضى عليك. انا متبرع بنصيبي حق. لا حرام عليك. والله انك مخترع. لا والله ترى تحسبونها هينه. لا ولهذا انا عندي ايثار لاخوي يوسف الانصاري. لا ترى والله هذه ترى قدح في طبختي. شم الريحه يكفي. طفينا النار شيخ. شم بالله يا شباب شم. يا ليت المشاهد يشم الريحه. لا المشاهد مع الكاميرا ان شاء الله، مع الكاميرا هو شاهد الكاميرا الان. المشاهد يتعذب الان فقط نظر بس. الان شيخ زوجتك وعيالك لما يشوفونك بالمنظر
الحب يزداد والتعلق يزداد والألفة بين البيت. لا تحرك شدوني انا ترى حساس بعد شويه هناك جياش عارفتني مره جياش الشيخ جميلان، انا بعد شوي بسالك تبكي انت يعني مره بحياتك بكيت؟ لا تجاوبني بعدين هذه بيها جلسه خاصه. لما دخل غبار. خيركم لأهله وخيركم أنا، هكذا الحبيب زفى هديه لنا وفضله دانا. حلو. البصل ما استوى البصل هذه خطه الطبخ. خدعه هذه خدعه. لا خدعه هذه يسمونه نص استوى. حولنا العالم قضايا في زوايا وفي زوايا. تسلم شيخ سليمان على الشكشوكه اللي سويتها، تسلم ايدك صراحه. حلوه ولا ما حلوه؟ حلوه بس كنا الملح يقولون زايد. انا قلت لك انا قريت في كتب الاشوريين وكتب الاغريق ان الملح يخفف البرد. ولا نشوفها البرد شلون. ثقافه عاليه بس للحين بردانين احنا. اي لان انتم ما قلتوا اكلتوا فيها وتركتوا. كيف قريت في الاشوريين والاغريقيين؟ تفهم اللغات هذه؟ لا اقول لك كتب الاغريقيين والاشوريين أي واليونان هذه قريتها مبطي ولا ادري هي عاد صحيحه مي صحيحه. ان الملح يمتص البروده. فانا في المطبخ تبي تطلعون برا صح؟ فسويت الملح شوي ولا مصورين ومخرجين كلهم ذاقوا وقالوا لذيذه. انا اكلت بس استبرت اكثر. انا شخصيا اشعر بالبردي. والله يمكن انك ما اكلت واجد. لا انا اكلت ولا والله شكشوكه محترمه لقمتين. يمكن العله في الملح نفسه مو في الملح. لا عاد الملح ترى لو زود المويه شوي راحت، لكن الاصل سين الطبخه. بس على فكره نسمي الشكشوكه اللي شفناها مع الشيخ اختراع. بس الحمد لله جزاك الله خير يا ابو احمد. لما حط كل شيء في نفس اللحظه اختراع. وكم اخذت؟ 3 دقائق. شفت؟ اي ما شاء الله انجاز. هذا انجاز. انجاز ليش؟ لانه مستعجل يقوم يروح الدوام ومشغول طوالي بسرعه حركه بسيطه الحمد لله.